يوم كامل في حياة طالب في ثانوية أزهرية. أول حاجة لازم تعملها وهي إنك تنظم يومك، تعرف أنت رايح فين وجاي منين. وأنا النهاردة عندي محاضرة رياضة وأذكار الصباح والقرآن ودرس أدب وتفسير ومحاضرة أحياء ودرس إنجليزي في السنتر وكتاب محاصر نشتريه ومشوار لحد المدرسة. بدأت محاضرة الرياضة وكانت حوالي الساعة 3. لكن لنا في ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. المحاضرة ولسه الساعة ما جتش 5، التقاصد بتاعها بكل حاجة والدنيا زي الفل وتمام. ممكن نكون خلصنا أول مهمة وهي الرياضة، ولسه بقى عندنا شوية حاجات كمان لسه كتير، إن شاء الله نخلص على خير. نروح نصلي الفجر وهناك نحفظ ورد القرآن ونقول أذكار الصباح. وبكده نكون خلصت أذكار الصباح وورد القرآن. ندخل على التفسير. عندنا مراجعة على سورة الذاريات وأنا بسمع مستر عبد الوهاب حجازي منزل منهج العلوم الشرعية كلها مجانا على اليوتيوب. خلص التفسير يا عم، خلص. وبكده نكون أنجزنا 3 مهمة ونقول للتفسير مع السلامة. نشوف أنا هنا خلصت محاضرة رياضة، خلصت الورد القرآن بأذكار الصباح، وخلصت التفسير، ولسه ده كله ولسه الساعة يعني ما جاتش 7. الساعة لسه ما جاتش 7، انت فاهم؟ يعني لسه الناس لسه بتصحى. وبكده نكون خلصنا 3 مهمات ويلا بينا على السنتر. يلا بينا. زي دلوقتي بإذن الله نكون طالعين رايحين الجامعة. أنا زعلان بس على شعر اللي بدأ يقع ده، يعني سلاما على الشعر الطويل اللي كان حلو. مرحبا بالصلع الثانوي، صلع الثانوية العامة من السرعة اللي براسي. كده احنا رحنا الدرس تمام. كده بقى شراء الكتاب، مشوار المدرسة، مراجعة الأدب، ومحاضرة الأحياء. يلا بقى نجيب الكتاب. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سفر، لكن لنا في أخيرا خلصنا شراء كتاب المعاصر شيكاو، ماشي مشوار المدرسة والأدب والأحياء. كم جاد من فضله قبل. جبت لكم حاجة حلوة معايا من المدرسة، جبت لك النهاية بتاع القرارات كلها، المناهج كلها، جبت لك المنهج نفسه. انت عندي في قناة التليجرام أول ما ينزل الفيديو ده هتشوف لك ملخص بقى اللي فيه المنهج كله بتاع ثانوي كلها، فاهم؟ اعدادي وثانوي وكل حاجة، وأدبي وشافعي وحنفي ومالكي وكل حاجة. اكتبوا لي في قناة التليجرام أول ما الفيديو ده ينزل إن شاء الله. ما تقولش الدرس ده عليا، الدرس ده مش عليا، جبت لك النهاية بتاع أي كلام. مدرسة باي. كده باقي الأدب والأحياء. الأدب وما نعانيه من ضيق ومن سفر، لكن لنا في ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. كم جاد من فضل. كده مفيش غير الأحياء. خلص الأدب بسلام ونجاح، باقي الأحياء. خلصت محاضرة الجوهري والساعة 12:03، يبقى كده نقدر نقول على الأحياء باي. كده الحمد لله خلصنا اليوم كله 10/10. الحمد لله بعد حوالي 3 ساعات خلصت محاضرة الجوهري. محاضرة 12. خلينا أخرت كده إن أنا ما كنتش حل كتاب الجوهري في المحاضرة اللي قبلها، كنت ناسي إن أنا حل، فتأخرني ما كنتش ممتحن الكورس كده، تأخرني بتاع حوالي ساعة. خلصنا توتال اليوم كله
كل حاجة في اليوم خلصت الحمد لله. الغرض من الفيديو ده ان انت مش ان انا بوريك انا عملت ايه وان انا قد ايه جامد، لا انا بوريك ان انت ازاي تمشي اصلا. يعني لو انت عايز تعمل كده هتعمل كده من غير كلام اي حاجة، من غير تعمل اي حاجة. يعني اليوم كان طويل وكان في سنتر عشان الناس كانت بتقول ان احنا بننزل البروس سنتر ومنعرفش ننظم وبتاع. الدرس كان في سنتر مروحتش البيت غير بعد الساعة 2 أو 3 تقريبا، لما نمت 3 ساعات تقريبا كمان والوقت راح. وبرضه ذاكرت كتير، يعني ذاكرت تفسير وأدب وأحياء أيوة تعب، بس يعني ده الواقع. انت تتعب، ده الواقع، ده التعب اللي انت فيه، ده الواقع. هتهرب هتروح على فين؟ مفيش هروب، فهو ده الواقع. فكده الواحد بقى ينام ويمر مستريح، ينام هو عارف انه عمل اللي عليه كله، مفيش حاجة سايبها، مفيش حاجة أثر فيها. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله.